القصة ليست مجرد خبر، بل هي نهاية حقبة. من قلب واشنطن جاء الصيد الثمين في لحظة لم يتوقعها أحد، وببيجامة النوم سقط مادورو في قبضة القدر الأمريكي. نعم، العدو اللدود للوحدة الترابية المغربية وحليف الأمس في كاراكاس يلحق بركب الغائبين. راقبوا المشهد معي جيدا. إنها لعنة المساس بمغربية الصحراء تضرب من جديد، فمن خنادق القذافي التي ذرتها الرياح إلى أطلال سوريا، ومن فشل حزب الله إلى حصار طهران، يتساقط حلفاء البوليساريو والجزائر كأوراق الخريف واحدا تلو الآخر. واليوم الصمت يطبق على قصر المرادية، والهلع يزحف كالنار في الهشيم إلى مخيمات تندوف. الكبرانات في حالة ذهول، ومرتزقة البوليساريو يرتعدون خلف شاشاتهم، فالسند ينهار والحليف يسقط والدائرة تضيق. السؤال الآن: إذا كان مادورو قد سقط ببيجامة نومه، فمن عليه الدور غدا؟ وكيف ستنام جنرالات الجزائر الليلة والزلزال يقترب من حدود أوهامهم؟